YouTuber Nana Pelucas was shot dead in Acapulco, apparently for revealing information about drug gangs in her videos. إلا دخلتي للصحافة في المكسيك عاسني على راسك بأنك غتموت وغتموت ماشي بطريقة عادية بأبشع طريقة. هادشي ما كنقولوش من فراغ، هادشي الإحصائيات اللي كتثبتو الإحصائيات المكسيكية ومن طرف العصابات المكسيكية، وهادشي اللي غيطرى للختنا اللي كتصور فيديوهات في اليوتيوب بقات كضحك بنادم المحتوى الكوميدي ودخلت للسياسة اللي غتكون النهاية ديالها بأبشع طريقة وقدام المطعم ديالها في المكسيك. She was kidnapped, driven 2 hours out of Bogota, bound and thrown into a garbage dump. ونانا بالكاس صحفية مكسيكية مشهورة محبوبة عند المتابعين ديالها بسبب المحتوى اللي كدير، منه محتوى منه صحافة، واغلب المحتوى ديالها كانت تدير شعر مستعار وتقول على شكل النكات وتبدا تضحك بنادم، كل مره تدير ماكياج شكل تضحك بنادم، ولكن المحتوى ديالها علاش كانت كتهضر على السياسة، ولكن ماشي بطريقة مباشرة، طريقة مضحكة. كانت كل مره تقول نكته في السياسة وبقات تقول بحال هكا، والمتابعين عجبهم هذاك المحتوى اللي كتهضر وبحال كتحارب الفساد، وهذا الشيء اللي ما غايدهمش ليها. بقات كتهضر هكا لدرجه بكثرت ما ولات كتعرف، ولات كتجمع عند السياسيين ديال المدينه اللي فيها وكتبدا تضحك معاهم وتسولهم، صافي تما تغاض ديال بصح. واللي كان عندها الحق خاصها دير هذاك الشيء، راه من حقها، راه تحارب الفساد ديال بلادها. مع ولات كتجمع مع المسؤولين الكبار وتهضر معاهم بطريقه تقول لهم شنو تيدير هذا والمسؤول هذا شنو تيدير، بقات غاده بحال هكا، ولات كتزعم بزاف، ولات كتهضر على الفساد اللي كيطرا في المدينه والمنظمات اللي حاكمين المدينه والحكومه اللي ساكته ديال بصح، وهادشي اللي ما غايدهمش ليها. Me conocen, yo soy la Nana Pelucas y para los que ya me conocen pues saben que me encanta el mitote. Hola chamacos, ¿cómo están? Yo bien desmañanada, estamos con Ricardo Mejía Verdeja, quien hoy nos va a platicar de los mitotales. كثرت ما ولات كل مره الفيديو ديالها كتجبد الحكومه والفساد والمنظمات الارهابيه والتجار، اكثريه تجاره المخدرات، وقالت لهم بان الحكومه كتاخذ نسبه على كل مبيعه داروا هذيك المنظمه، كل مبيعه كتاخذ على الحكومه نسبه، يعني الحكومه مطلعه الفلوس بلا حتى حاجه، مخلي الاخرين يخدموا والفلوس كتدخلوا للحكومه والمسؤولين الكبار. المسؤولين الكبار ملي يسمعوا هاد الهضره هذه مابقاش يعجبهم الحال، ولاو تيتشكاو من العصابات، ولاو تيمشيو عند العصابات، هما اللي العصابات كسر عليهم الضغط، بحال كسر عليهم الضغط بسبب المسؤولين اللي ولات تجبد سميتهم اللي كيتعاملوا مع هذاك العصابه. وهنا غتبدا النهايه ديالها، وكثرت معايا ولات مشهوره، ولاو الفيديوهات ديالها كيوصلوا. اندراش غيديروا من 2000 لدابا تقتل 145 صحفي، مشيت تقتلوا بطريقه عاديه، كل واحد شنو تيديروا ليه، اللي تيقطعوا تراب، اللي قطعوا لاحو في الزبل، يعني نهايه مأساويه. الصحافه في المكسيك بحال عندك الحياه مؤقته كتسني عليها اي لحظه غتجي النهايه ديالك. 2017 القصه غتبدا ديالنا هنا، كيفاش قتلوا هذا اليوتيوبر والصحفيه اونانا غيوليو يوصلوها تهديدات عبر الرسائل، كل مره كتوصلها رساله كيقولوا حبسي الفيديوهات ديالك، حبسي الفيديوهات ديالك. وكما عرفتوا هي عندها مطعم ديالها خدامه فيه، ولات كتمشي للمطعم تتهز عينها للفوق تلقى لافته معلقه قداش حبسي الفيديوهات على هذيك المواضيع ولا النهايه ديالك قربات. ليزي اونانا دخلها الصاد ديال بصح ما عرفاش شنو دير، والرسائل ديالها تيقولوا لها انت خدامه من طرف الحكومه بحال المعارضين وداك الشيء، انت خدامه من طرف شي واحد، هادشي ما كتقوليش انت لراسك، هادشي شي واحد اللي من مورا هادشي اللي تيدافع كيخليك تقول هادشي. ونانا كثر صافي شافت القضيه حماضه تخرج بالفيديو، بدات كتشرح لهم بان هي ما من طرف حتى واحد، وهادشي كتقولها من راسها هي، وكتقولها اللي كاين بان حتى واحد من موراها، لا حكومه لا عضو لا عصابه لا حتى حاجه من موراها اللي كتقول لها تهضر على هاد العصابات وهاد الفساد اللي طاري في الحكومه. صافي بقات بحال هكا، مع دارت هاد الفيديو من تما ما بقاش تلح شي فيديو حيت دخل الصاد ديال بصح، عرفت النيه ديالها وشحال من صحافي قتلوه. رجعت للمطعم ديالها كتخدم عادي كل نهار في المطعم، الفيديوهات حبساتو واخا كانوا تيدخلوا لها الرباح، بقات كدير الفيديوهات ولات خدامه في المطعم. حتى لواحد النهار 2018 شهر 2 مع هي غاده للمطعم ديالها خدامه عادي، شويه كيدخلوا عليها عصابه فرقوا على راسها بالقرطاس وخرجوا في حالهم. تما ما بقاش عندها فرصه من تنفس ولا تقول شي كلمه اخرى، تما هي تسالي النهايه ديال يتموت يطنود الروينه، جا العسكر وجا كلشي تدخل تما، وداك العصابه هما كانوا 6 في الاخر شدوا منهم غير واحد، وداك الواحد اللي شدوه شنو بقاو كانوا نتوما عارفين شارين الحكومه، داز شويه وما طلقوا الصراح ديالو بان ما كاينش شي دليل ضده. هذه هي الصحافه في المكسيك والفساد اللي منتشر في المكسيك. اخوان رجعنا بعد غياب
تهلاو.